السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم فيديو مختلف تماما، مش اكل بقى ولا كده، يعني هيبقى حاجة مفيدة لكل العرايس، اللي كل حد عايز يعني يجدد حاجة ببيته او كده. فان شاء الله تستفيد من الفيديو ده. هو باذن الله هيبقى جوله في اجهزتي الكهربائيه، واقول لكم تقييمي ليها لكل الاجهزه اللي عندي بعد تجربه يعني 3 سنين ونص كده. يعني كل حاجه عندي اقول لكم تقييمي ليها، يعني بما يرضي الله هي كويسه او مش كويسه. وكمان في حاجات كان في ناس كتير قوي بتحذرني منها، اللي هو لا ما تجيبيهاش ومش كويسه ومش هتعيش وبيحصل فيها كوارث ومش عارف ايه، وانا اصريت عليها لانها كانت عجباني وجبتها، والحمد لله ما حصلش منها اي حاجه، او اللي الناس خوفوني منها الحمد لله الحمد لله ما حصلش. وان شاء الله هاخدكم معايا في الجوله دي من المطبخ. هنبتدي ان شاء الله ما ننساش اي حاجه يعني، وهاخدكم معايا من المطبخ للاوض في كل الاجهزه الكهربائيه وتقييمي ليها. وان شاء الله الفيديو عجبكم، وما تنسوش قبل ما نبدا الجوله مع بعض تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه. ويلا نبدأ مع بعض الفيديو. يلا بقى نبدأ بأول حاجة معانا، وهي العجان ده. هو عجان ومضرب وهاند بلندر، يعني 3 في 1. الحقيقة ممتاز، بدل ما كنت جبت العجان لوحده وياخد مكان وده ومضرب لوحده والهاند بلندر لوحده. انا قلت اجرب، وبرضو ناس حذرتني وقالت لي ما تجيبيش كل حاجة مع بعضها كده في حاجة واحدة، هاتي كل حاجة لوحدها. فانا توكلت على الله بقى وقلت ايه، لا انا هجرب ده وان شاء الله يطلع كويس. اولا نبدا بالماركه بتاعته، هو نوفال. الماركه بتاعته نوفال، مكتوبه على الجهاز اللي هو الكهرباء نفسه اهو، ومكتوبه على البتاع ده اللي هي العلبه دي والعجان بتاعه نوفال، ماركه نوفال. في اول حاجه نبتدي بيها الهاند بلندر. الهاند بلندر بتاعته ممتازه، سرعتها كويسه جدا، بتفرم لي الحاجه اللي انا عايزاها كويس قوي 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 على حسب السرعه اللي انا عايزاها. وهو يا جماعه فيه 5 سرعات، يعني هو 1 2 3 4 5 5 سرعات ماشي. ودي بقى بتتحط هنا، يعني عاملين لها مكان. والله يعني انا شايفه ان هو ممتاز جدا ان هم عرفوا يخترعوا مكان للهاند بلندر في اليد دي. بتحط هنا كده بالشكل ده، تحطيه هنا تدخليه كده وتربطي اهي بالشكل ده، وتربطي قوي كده، وبعدين بقى تشوفي السرعه اللي انت عايزاها وبتمسكيه كده. ثاني تاخد ده كده تمسكيه كده اهو بالشكل ده، وتعملي بقى الحاجه اللي انت عايزاها كده. مش تقيل ولا حاجه. لو حد قال لي مثلا لا ممكن يبقى تقيل على الايد او كده، لا يا جماعه هو مش تقيل اهو. انا موقفاه على الهاند بلندر من غير ما مش مسنود على اي حاجه، يعني هو مش تقيل، لا هو خفيف، يعني مش هيبقى تقيل على ايديكي لو استخدمتي الهاند بلندر او كده. تاني حاجه بقى نبدا بيها كده، احنا عرفنا دوت ايه ده الجهاز وفيه السرعات دول بتوع مضرب البيض، بيض او كيكه تعملي بيهم كده، وده للعجين. الاتنين دول للعجين بصي. وهنا في زرار، ده الزرار ده عشان تدخلي بيه دول لجوه، وتقدري تعملي دي كده، يعني تقدري تحكمي دي فيها. فلازم تدوسي على الزرار ده وانتي بتدخليها. هندخله دلوقتي مع بعض، بس انا بقول لكم الزراير بتاعت ايه. والزرار ده اللي في الجنب ده بندوس عليه كده عشان دي تترفع معانا بسهوله كده اهو، وندوس عليه تاني عشان تنزل اهي. لو عملت كده من غير زرار ما بتطلعش اهي، انا عماله اشد قوي ما بتطلعش، لازم ندوس على الزرار اما هتتكسر معاكي. دوسي على الزرار وارفعي بالشكل ده. نعمل كده دلوقتي. هدخل لكم بقى واحده من دول اهو، ندوس على الزرار اللي ورا. شوفوا داخل سهله ازاي. استنى اجربها لكم وهي لتحت عشان تشوفوها كويس. بصوا لو عملت كده وانا مش دايسه على الزرار، سمعتوا التكه تك عمل كده، انما لازم ادوس على الزرار عشان اشيل. لما اجي احطها بقى برضو لما ادوس على الزرار اهي دخلت بالراحه من غير اي تك الجامده دي ولا اي حاجه. هنرفع بقى دي كده عشان نحط دول في اماكنهم. دي هنحطها هنا كده
اهي بندوس على الزرار اللي فوق ده ونروح مدخلينها بالشكل ده. بصوا احنا بنركب دي الاول في الناحيه دي عشان في هنا ترس اهو، الترس ده في هنا زيه واحد اهو لو شايفينه، فدي بتبقى في الناحيه دي كده، ونروح مدخلينها كده الاول، نحطها كده بالشكل ده، وبعدين نعمل كده وندوس على الزرار اهي ونروح منزلينها. التانيه بقى تدوسي على الزرار اللي فوق ده وتروحي مدخلاه اهي، ونروح منزلين كده ومشغلين. لو اجرب اشغله لكم ثانيه واحده بس، احط الفيشه اهو. انا حطيت الفيشه، هجرب معاكم اشغله لكم عشان تشوفوا هو بيبقى عامل ازاي اهو. دي اول سرعه، الطبق بيلف، دي كانت اول سرعه، والطبق بيلف، متحتاجيش ان انت تفضلي تعملي بايدك كده، لا هو الطبق بيلف ودي على السرعه الاولى. فانا قلت ايه اوريه لكم. العجان اللي هي الاداه بتاعه العجن برضو بتدخل بنفس الطريقه دي، الناحيه دي عشان الترس، عشان فيها ترس وهنا في ترس، ودي بتدوسي على الزرار اللي فوق هنا، اللي فوق ده وتدخلي الجنب اليمين كده. دي كانت معانا اول حاجه، وهو يعني حلو جدا بقى، تقييمي ليه حلو جدا حقيقي يعني ممتاز، ومعايا بقاله 3 سنين ونص، وانا جربت فيه كل حاجه، جربت العجان وجربت يعني العجان مش بعجن بيه للاخر يعني، عشان برضو للامانه انا بس لغايه ايه ما العجينه تتلم كده، وبعدين انا بكمل بايدي. يعني لو هعمل بيتزا او حاجه او اي مخبوزات بعجن بيه العجينه، يعني العجينه تتلم كده كلها في بعضها وانا اكمل بايدي. ودوت بقى للكيكه بستخدمه يعني اكتر، المضرب للكيكه، انما اكتر حاجه بستخدمها فيه هي الهاند بلندر على طول. يلا نبدا بقى نشوف الحاجه التانية اللي معانا ايه. تاني حاجه معانا بقى وهي الكاتل. انا حبيته قوي باللون ده، وحبيت الازاز اكتر كتير من الستانلس، وشكله حلو وشيك، ويعني بحسه منور في المطبخ كده يعني. وايه تاني، وهو بينور من جوه، نوع كيميكال، وحقيقي حلو جدا جدا جدا. استنى اوريه لكم وهو بينور، انا حاطه الفيشه مخصوص عشان اوريه لكم وهو بينور اهو. اهم حاجه بقى عشان تحافظي على الكاتل بتاعك يعيش معاكي مده اطول، لان الكاتل عموما اكتر حاجه واول حاجه بتبوظ في الاجهزه، لان استخدامها بيبقى كتير جدا، خصوصا للناس اللي بتحب تشرب حاجات سخنه كتير وشاي وكده، فاكتر حاجه بتبوظ. عشان تحافظي عليه دايما شيلي الفيشه، وكمان اغلي ميه على القد، ودي يعني نصيحه، اغلي ميه على القد، اللي هو قد ما انت محتاجه اغلي، ما تبقيش محتاجه كوبايه ميه تروحي تمليها على الاخر وتغلي، لا يعني يا ريت تعملي بالنصيحه دي. تعالوا بقى خلاص ده كان الكاتل بتاعي، تعالوا نشوف معانا ايه تاني في المطبخ ونكمل مع بعض. تالت حاجه معانا وهي البوتاجاز. بوتاجازي يونيون اير اي شيف. الحقيقه بقى ان ده اكتر حاجه كانت بالنسبه لي قلقاني جدا جدا جدا، لان كل الناس حذروني، قعدوا يقولوا لي لا ما تجيبيش، وبلاش بوتاجاز ازاز عشان هو ازاز، وكلام كتير قوي. حتى الراجل اللي انا رحت اشتريت منه قعد يقول لي لا لا ما تجيبيش، ده مش حلو ووحش جدا، والازاز يعني والعياذ بالله يعني ربنا يعني يبعد عننا، ازاز بيفرقع وناس كتير اشتكت منه ومش عارف ايه والكلام ده. الحقيقه ان انا جايه اقول لكم بعد تجربه 3 سنين ان هو كويس جدا، وانصح اي عروسه نفسها فيه هاتيه. انا عشان كنت عايزاه واصريت وما سمعتش كلام حد، ومحدش عارف يلعب في دماغي يعني في اي حاجه. انا في الاجهزه اللي انا وريتها لكم او هوريها لكم مفيش حد عارف يلعب في دماغي خالص، من ناحيه يعني حاجه انا كنت مقرراها، وحد قال لي هاتي حاجه تانية ومش عارف ايه وده احسن، وانا وافقت. اللي انا كنت عايزاه هو اللي انا جبته، حتى لو مين قال لي ده وحش وده مش عارف ايه، لا اللي انا عايزاه انا هجيبه، وجبته ومش ندمانه خالص خالص ان انا جبته. تعالوا بقى مع بعض اقول لكم. هو 90 سنتي، العرض بتاعه ده 90، وهو ازاز من هنا، وسهل جدا. ايه كمان سهل جدا 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 في التنظيف، يعني لو اي حاجه وقعت عليه كده بفوطه كده بتاعه المطبخ مبلوله تعملي كده خلاص نضف. والحوامل بتاعته احلى حاجه برضو عجبتني، واحلى حاجه كانت مخلياني ان انا مصره عليه ومصممه عايزه ده،
ان الحوامل منفصله، كل حامل لوحده. يعني لما حاجه مثلا يعني احط حاجه على العين هنا مثلا وفارت، ما بحتاجش ان انا اشيل كل اللي هي الاتنين دول او البوتاجاز كله عشان اغسل، لا بروح شايله دي على طول بس كده لوحدها منفرده واروح غسلاها. سهل جدا في التنظيف وكويس قوي قوي قوي، حتى لو هو متبهدل، مع اني انا مش بسيبه متبهدل خالص، بس حتى لو متبهدل يعني وفي حاجات وقعت عليه، لو سبته لتاني يوم ولا حاجه بينضف بسرعه بسهوله. مجرد ما حطيتي عليه الليفه، وتعمليهوش بسلكه، اعمليه بسبونشه علشان ما يتجرحش. هو حلو يعني، التقييم بتاعي ليه هو ممتاز، والفرن بتاعه حلو قوي قوي قوي، وواسع جدا يعني، حلو اهو من فوق ومن تحت. الفرن بتاعه واسع، مش ضيق يعني ولا كده، علشان انا شفت بوتاجازات فريش البوتاجاز من بره 90، يعني انا شفت البوتاجاز من بره عرضه 90، تيجي تفتحي الفرن تلاقيه 60، اللي هو ايه ده، ال30 دول راحوا فين؟ يعني الفرن فعلا والله انا شفت بوتاجاز فريش، يعني مش بقول ان حاجه فريش وحشه يعني، انا ما جربتهاش، بس انا ما عجبنيش برضو ان الفرن مش نفس الحجم، الفرن صغنن قوي يعني الفرن كده ما يشيلش حاجه، وهو تاتش مش بزراير يعني، اهو الحاجات دي تاتش كده. وفي دي المروحه، ودي الشوايه، واللمبه بتاعت الفرن اهي. وايه تاني، وده بقى اللي بتظبطي منه بقى، عايزه تزودي وكده اهو، والجرس اهو ظهر فوق. بس يعني تقييمي ليه النهائي هو ممتاز، وانصح اي عروسه عايزه تجيبه ما تتردديش وما تخليش حد يلعب في دماغك، وهاتيه ومش هتندمي يعني. يلا تعالوا نشوف في ايه تاني في مطبخنا. نيجي بقى هنا للشفاط. الشفاط بتاعي بلاك اند وايت، برضو ماركة ممتازة حلوة قوي قوي. كان في هنا ازازة، يعني كان في هنا كده ازازة كده بتتحط هنا، بس اتكسرت مني يعني الحقيقة، انا كنت بغسلها واتعافيت عليها شوية فاتكسرت يعني للأسف يعني. بس هو يعني في المجمل هو حلو جدا. انا مطبخي صغير، ولما بشغله حقيقي مثلا ببقى عامله اكله يعني مثلا سمك او كده، يعني بشغله غير في الاكلات الجامده يعني اهو. تعالوا، هو 3 سرعات. ده ايه ده؟ الزيرو ما اجي افصل، ده 1 2 3، ودي بتاعت اللمبه اهي. هو كده انا شغلته على اول سرعه. هو بس صوته عالي شويه، بس انا اكتشفت ان كل الشفاطات صوتها كده يعني، مش انا بس. دي اول سرعه، ودي التانية، ودي التالتة. نفصل بقى كل ده عشان الصوت. في المجمل هو حلو، بيشفط حلو جدا جدا جدا، خصوصا بقى لو عامله سمك وخايفه على ريحه الشقه ان هي تتبهدل من ريحه السمك وكده، لا هو ممتاز يعني. برضو لو اي عروسه بتفكر، بلاك اند وايت. وعلى فكره يا جماعه، خدمه ما بعد البيع حقيقي ممتازين جدا جدا، وبيردوا على طول واللي انتوا عايزينه يعني. في بقى غلطه انا غلطتها فيه، واتمنى ان اي عروسه ما تغلطش الغلطه دي. شايفين الشبك ده او الفلتر ده؟ هو ده مش شكله يعني. هو انا اتفزلكت او مش اتفزلكت والله يعني، كان غصب عني. كنت بغسله، وكنت ساعتها لسه والده وابني كان لسه صغير، كنت لسه والده يعني، كان ابني ما كملش يعني شهرين، وكنت بغسلهم ورشيت عليهم اللي هو بتاع الدهون. والمفروض يعني لما ارش بتاع الدهون على اي حاجه زي ما هو مكتوب عليه 10 دقايق ب10 دقايق، انا رشيت عليه بتاع الدهون وابني عيط، فسيبته للصبح ودخلت لابني. قمت الصبح لقيتهم بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين كده، وهو باظ. واتصلت بقى بيهم يعني بخدمه العملاء، وحقيقي ناس يعني كويسه جدا، وردوا عليا على طول. وعشان اسالهم يعني، لاني سالت عليهم في كذا مكان، كله قاعد يقول لي لا مش موجود، مش موجودين. فقلت اكلمهم بقى، هم كلمتهم قالوا لي لا موجودين وكده، بس انا لسه ما جبتهمش لاني لازم اروح شارع عبد العزيز، وحقيقي انا قاعده في اكتوبر، فالموضوع مرهق بالنسبه لي يعني. فان شاء الله اجيبهم واركبهم وابقى اوريهم لكم بعد اما اركبهم. تعالوا بقى يلا نشوف معانا ايه تاني في مطبخنا. نيجي هنا بقى للكينج بتاعنا، وانا مسمياه الكينج لاني حقيقه ما بقدرش استغنى عنه خالص خالص خالص. الميكرويف بتاعي
نوعه نوفال تاتش، حلو جدا، واسع جدا، هو تقريبا 30 لتر باين، وهو تاتش كله مفيش زراير اهو. اللوحة بتاعته كلها تاتش اهي كده. دي بقى يعني كله تاتش، مفيش زراير، تاتش خالص، واسع اهو. ده شكله من جوه واسع وحلو. وحقيقي يعني انصح اي عروسة انها تجيب الميكروويف، لاني لا غنى عنه في اي حاجة، يعني في اي حاجة تتخيليها هو لا غنى عنه. يعني بتسخني، بتسيح، بتفكي اكل، يعني لو عايزة متستعجلة على اكل ومتلج وكده بتحطيه بتفكيه في لوحة التحكم بتاعته، فيها كل حاجة. لو عايزة تعملي اي حاجة اهي بتعمليها، وهو حلو. وبعدين بقى نصيحة لكل عروسة داخلة على جواز، يا ريت انتي عندك فرن البوتاجاز، يا ريت لو انتي يعني عندك فرن بوتاجاز مش محتاجة فرن تاني. فبلاش العرايس اللي بيبقى عندها فرن بوتاجاز وتروح تجيب فرن، لا انتي عندك فرن، هاتي بقى مايكروويف هينفعك في التسخين. لو حاجة سريعة كده وعايزة تسخنيها، اي حاجة هتسخنيها، اي حاجة ممكن تتخيليها هتسخنيها. فنصيحة ليكي واي حد بيسألني على فكرة اجيب فرن ولا اجيب مايكروويف، بقول له مايكروويف، لان هو لا غنى عنه في اي بيت يعني. ونوفال نوعه كويس وواسع وحلو جدا يعني. برضو انصح اي عروسة او اي حد عايز يجدد اي حاجة ببيته ان هو يجيبه. نيجي بقى هنا للتلاجة. تلاجتي شارب 16 قدم. شارب طبعا احسن حاجة موجودة في السوق دلوقتي خصوصا في التلاجات، وحتى وقت ما انا جبت يعني من 3 سنين فهي برضو كانت حلوة يعني، وما زالت محتفظة بمركزها في السوق لحد النهاردة. شارب احسن حاجة في التلاجات. وانا جبتها اللي هي فيها ايه يعني لونها اسود، وفيها التمويجة كده بسيطة كده مدية على جري كده، عشان انا الديكور عندي في الشقة تقريبا يعني معظمه جري. وهي تاتش، الشاشة بتاعتها تاتش، وبتزودي منها هنا يعني في زرار للفريزر لو عايز تظبطي الفريزر والتلاجة من تحت، بتزودي او بتنقصي من هنا. هي حلوة جدا يعني. استخدام 3 سنين يعني ما قلتش معايا خالص، هي كويسة. بس مشكلتها انها ضيقة. طبعا انا مش هقدر اوريها لكم دلوقتي من جوه لانها مكركبة جدا وكل حاجة كده فوق بعضها وبتاع، فانا هبقى اوريها لكم مرة تانية من جوه يعني، هنضفها وابقى يعني اوريها لكم وانا بنضفها كده من جوه. وليه انا بقول عليها ضيقة؟ هي بالنسبة لي هي ضيقة، بس بالنسبة لي يعني كويسة مقضية الغرض لان انا عندي ديب فريزر. انما انصح اي عروسة لو ما عندكيش ديب فريزر، يبقى يعني لو ما عندكيش ديب فريزر كبري شويه في القدم بتاع التلاجة، هاتيها مثلا 18، هي اكبر شويه ل 18. لو عندك ديب فريزر يبقى ال 16 هتبقى كويسه وهتقضي الغرض. لو انت عندك بقى الديب فريزر زي ما قلت لك هتبقى التلاجة ايه هتقضي الغرض معاكي زي انا كده بالظبط يعني. لو انت مثلا بتنزلي تجيبي حاجتك بالاسبوع او بالشهر، فهي لا هي مش هتكفي معاكي انك تشيلي فيها حاجتك كلها. فبس يعني انما في المجمل كده هي حلوة ممتازة، ما اشتكتش منها الحمد لله خالص يعني. وكويسة معايا جدا يعني، وانصح اي عروسة ان هي تجيب شارب يعني. بس تعالوا بقى نشوف معانا ايه تاني. نيجي بقى هنا للديب فريزر بتاعنا، وهو كريازي. كان وقتها كان احسن حاجة نازلة في السوق، ولغاية دلوقتي انا لما بنزل انا شايفة ان هو برضو مازال احسن حاجة، لاني هو الاول يعني هو ده كريازي 5 درج، وفي شاشة من فوق كده بتعرض لك يعني درجة حرارة الفريزر دلوقتي ايه، وانتي بتظبطي منها درجة الحرارة زي ما انتي عايزة. وبتعملي ليها لو عايزة تشغلي ليها اللوك اللي هو لو الباب فضل مفتوح لفترة طويلة بتديكي انذار او كده، بتشغليه، عايزة تفصليه. المهم انا شفت بقى يعني انا بقول ان هو احسن حاجة انا جبتها في وقتها، ولحد دلوقتي انا شايفاه احسن حاجه. طبعا مش عشان انا جايباه، لا، بس هو عشان لما بنزل بروح المرشدي او كده وبص على الاجهزه انا بلاقي الادراج لا ما تاخدش حاجه. الادراج بتبقى ضيقه جدا جدا وصغيره، ومش غويطه لتحت كده ان هو تشيل معاكي كميات كبيره، لا. الادراج الموجوده دلوقتي في اي ديب فريزر هي صغيره قوي. وانا هوريكم دلوقتي اللي انا بتكلم فيه ده، والدرج ازاي غويط وبيشيل يعني بيشيل كتير يعني. تعالوا نفتح مع بعض.
ده شكلها من جوه، هي 5 درج اهو. تعالوا نفتح مثلا الدرج ده. بص الدرج غويط ازاي يعني اهو، اهو غويط من هنا. يا بصي انا هنا حاطه اهو علبتين فوق بعض، وهنا ممكن احط كمان دول كده فوق بعض، شايفه اهو كده. غويط غويط وعميق، يعني غويط وعميق حلو جدا. دول 5 ادراج كلهم نفس الحجم. وهنا في درج للتلج، في درج للتلج بس بيجي معاه 3 من دي. نحط واحده في الفريزر التاني بره او 2، وهنا هو واحده. هو يعني في المجمل ممتاز يعني. وانصح برضو اي عروسة بتجهز ان هي تجيب كريازي، وبرضو انزلي وشوفي. بس انتي هتستخدمي او هتبقي محتاجة لو هتجيبي ديب فريزر، هتبقي محتاجة ان انتي يعني حاجة تعيش وتشيل، غير ان هي تعيش هي تشيل كمان معاكي. فانا شايفة ان ديب فريزر كريازي هو اوسع واحسن وكويس جدا يعني. يلا نشوف معانا ايه تاني.